مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وزارة التعليم تقيم الحملة التنموية الطلابية. حفل تأبين في قطر وكندا للمناضلين الشهيدين. إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة لإنهاء الخلافات. قتلى في حادث داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا. وفد أمريكي ثاني خلال شهر يزور تايوان. مرحبا بكم للعناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 14 إصابة في الإقليم الأوسط، 2 من وسط المدينة، و2 من دعرب قولوس، و2 من حزحز، وواحدة من كل من جازاباندا وترافولو وتصارات وأخريا وحمبرتي ومايتمناي وقجرت ومعسكر ألجين، وكذلك إصابة واحدة من كرن في إقليم عنسبة، وإصابة واحدة من مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 29 من مرضى كورونا، 26 من الإقليم الأوسط و3 من إقليم القاشبركة، وتوفي رجلان يبلغان من العمر 78 و76 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7285، شفي منهم 7048، وتوفي 60 مريضا بالوباء، فيما لا يزال 177 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 26 من نوفمبر 2021. قامت وزارة التعليم في اجتماع عقدته يوم 26 من نوفمبر الحملة التنموية الطلابية. وأوضح المدير العام لقسم البحوث وتطوير القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بيتروس هيلا ماريام في التقييم بأن حملة الطلاب التنموية التي نظمت لأكثر من 20 سنة يجب مواصلتها بشكل أكثر تنظيما لتنمية ثقافة العمل والتنوع الأحيائي. وقال أن الحملة هذه السنة كانت استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية لتزامنها مع حملة التنمية الخضراء التي انتظمت البلاد، موضحا التوقعات المرجوة منها وتقييم المميزات وأوجه القصور وتقديم الأفكار البناءة للقيام بالاستعدادات المسبقة للعام القادم. وأوضحت تقارير الأقاليم في الاجتماع بأن المهام المنفذة اشتملت على حماية التربة وحفظ المياه وغرس الشتول وإعداد الحفر وبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية ورعاية الأشجار، مطالبة بحل أوجه القصور في معدات العمل والنقل. وأوضح مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي واللي في التقرير الشامل الذي قدمه بأن حملة الطلاب التنموية جرت هذا العام في 127 نقطة عمل بمشاركة 21760 طالبا في المرحلة الثانوية. هذا وقد قدم في المناسبة عرضا للصور يعكس حملة التنمية الخضراء. نظم الإريتريون المقيمون في العاصمة القطرية الدوحة وأوتاوا الكندية حفل تأبين للمناضلين الشهيدين سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد الأمين والعميد نجاش تسفازيون. وفي البرنامج الذي نظمته السفارة الإريترية بقطر في الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر، قدم السفير علي إبراهيم وأعضاء الجالية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والسفراء في قطر قدموا تعازيهم لاستشهاد المناضلين. وأعرب المواطنون عن بالغ حزنهم لاستشهاد المناضلين وتعهدوا للإيفاء بكل المتطلبات لتنفيذ أمانة الشهداء. ومن جهة أخرى، قام الإريتريون في أوتاوا الكندية يوم 21 من نوفمبر برنامج تأبين للشهيدين. وقال مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوتاوا السيد سيوم أواجو في الكلمة التي ألقاها في المناسبة بأن تخليد شهدائنا هو بالثبات على نهجهم وضمان وجود وطن مزدهر محمي السيادة، وعلى جميع المواطنين تعزيز مساهمتهم في الدفع ببرامج التصدي لتحقيق ذلك. هذا وقد أكد المشاركون في المناسبة استعدادهم لتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية. بحثت الشرطة وأصحاب المرافق الخدمية في مدينة عصم مكافحة ظاهرة الجريمة. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني الملازم الثاني حامد إدريس بأن الجريمة تكبر وتتطور ببطء، وأن عدم مكافحتها والسيطرة عليها سريعا يؤدي إلى تعكير السلام والاستقرار فضلا عن تدمير الاقتصاد.
مشيرا إلى أن مسؤولية مكافحتها تخص الجميع على قدر المساواة. وقال أن المرافق الخدمية ونظرا لاستقبالها الكثير من الناس عليها الحذر من الأفعال المشجعة للجريمة، وعلى أصحاب المرافق الخدمية القيام بالمتابعة والمراقبة الجادة. وأوضح مسؤول التحقيق الجنائي في المركز ومسؤول شرطة المرور في إقليم جنوب البحر الأحمر في التقرير الذي قدمه للأشهر الستة الماضية بشأن الجرائم والمخالفات، أوضح بأن الإهمال في الأموال والممتلكات من الأسباب الرئيسية للجريمة. وذكر مدير ضاحية عصبوي السيد حسين خالد بأن الشرطة المجتمعية جزء من جهود المكافحة المجتمعية للجريمة، ويتوجب على السكان تعزيز دورهم في مكافحة الجريمة. عقد قسم السياحة في الإقليم الجنوبي سمينارا يوم 24 من نوفمبر في مدينة مندفرة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي للدفع بقطاع السياحة. وتضمن السمينار توضيحا حول أنواع مواقع التواصل الاجتماعي وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وتأثيرها والمميزات وأوجه القصور. وأفاد المشاركون بأن السمينار هام لرفع وعي الأعضاء والمساعدة لمواكبة التقنية الحديثة، مطالبين بضرورة تنظيم زيارات مستمرة للمواقع السياحية والتاريخية. هذا وقد شارك في السمينار أعضاء وزارة السياحة من 12 مديرية بالإقليم الجنوبي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على معاهدة كورينالي لإنهاء الخلافات السياسية بين البلدين حسب ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية. وشهد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا التوقيع على المعاهدة التي تهدف أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا من خلال مشاورات حكومية منظمة بعد سنوات من الخلافات حول عدد من ملفات السياسة الخارجية وعلى رأسها الملف الليبي. ولدخولها حيث التنفيذ لا بد أن يتم التصديق على معاهدة الكورينالي من قبل برلماني كلتا الدولتين كمعاهدة دولية. وبموجب المادة الأولى من المعاهدة والمخصصة لتعزيز التعاون الثنائي في الشؤون الخارجية، تعتزم إيطاليا وفرنسا بناء مبادرات مشتركة لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة والاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بشمال إفريقيا والساحل والقرن الإفريقي. لقي 52 شخصا مصرعهم في حادث وقع بمنجم للفحم الحجري في سيبيريا، وفق ما أعلنت عنه السلطات الروسية، في كارثة جديدة بقطاع قالبا ما يشهد حوادث مشابهة. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله أنه وفقا للمعلومات الأولية لم ينجأ أحد في المنجم، حيث قتل 52 شخصا. وأوردت الحصيلة نفسها وكالتا ريا نوفيتسي وإنترفاكس للأنباء، مشيرتين إلى أن القتلى يتوزعون على 46 عاملا وستة مسعفين. وكانت حصيلة أولية أعلنت عنها السلطات في وقت سابق أفادت بمقتل 14 شخصا في الحادث، هم 11 عاملا وثلاثة مسعفين. وتواصلت عمليات البحث عن المفقودين، لكنها علقت بعد ذلك خشية من وقوع انفجار. أفادت وسائل إعلام صينية بأن وفدا للمشرعين الأمريكيين زار جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وهذا هو ثاني وفد من نوعه يزور الجزيرة خلال الشهر الأخير. وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا من 5 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين برئاسة النائب الديمقراطي مارك تاكانو وصل إلى تايوان. ومن المقرر أن يعقد الوفد عددا من اللقاءات مع مسؤولي الدفاع بالجزيرة. وأكد المركز الأمريكي في تايوان وصول وفد الكونغرس بهذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين واشنطن وسلطات الجزيرة وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها. وكانت السلطات الصينية قد عبرت في وقت سابق من الشهر عن احتجاجها على زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لجزيرة تايوان التي تحكمها حكومة مستقلة عن بكين. في الخبر الأخير، قال المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل أن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين ماينمار والهند في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وشعر الناس بالزلزال من مدينة شيتشانغونغ في بنغلاديش وحتى كولكاتا في شرق الهند، وفقا لروايات شهود نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. ووصف شاهد من شيتا جونغ الزلزال على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي بأنه قوي جدا.
وتبعد شيتاجونغ نحو 184 كيلومترا غربي مركز الزلزال. وقدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الهزة عند 5.8 درجة بعد أن أعطاها في وقت سابق 6 درجات، وقال أن مركز الزلازل يبعد نحو 126 كيلومترا جنوبي شرق إيزول في شمال شرق الهند. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وزارة التعليم تقيم الحملة التنموية الطلابية. حفل تأبين في قطر وكندا للمناضلين الشهيدين. إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة لإنهاء الخلافات. وقتلى في حادث داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا. وفد أمريكي ثاني خلال شهر يزور تايوان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بخير.